الفضل كله للمولى عز وجل وحده سبحانه وتعالى، ثم يعود الفضل لمساهمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تكويننا، سواء على مستوى المساجد ثم بعد ذلك على مستوى المسابقات الوطنية والدولية. كانت طبعا المنافسة قوية بمشاركة 72 دولة من كل دول العالم العربي والإسلامي، والحمد لله وفقنا بفتح من المولى عز وجل إلى أن نفتك المرتبة الأولى. إن هذه المسألة تمكنت بقوة المؤطرين الذين يمثلون لجنة التحكيم الدولية، يمثلون أساتذة معهد القراءات، يمثلون أسرة التعليم القرآني، تمكنوا من أن يحتلوا المراتب الأولى في كل مسابقات العالم. ما من مسابقة الآن يدعى لها الجزائريون إلا ويحصلون على إحدى الرتب الثلاثة الأولى. اليوم رجعت أختنا بالرتبة الأولى في مسابقة شارك فيها 72 دولة، هي الأولى من نوعها كمسابقة مخصصة للبنات، وهي الأولى من نوعها لأنها تعنى أساسا بالأداء وبالأحكام. أنا مطمئن جدا إلى أن الخطة ناجحة، إلى أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب إنشاء معهد للقراءات متزامنا مع إنشاء جائزة دولية للقرآن الكريم كان صائبا، وها هو يؤتي أكله، وها هي الجزائر تثبت بأنها تعيش بالقرآن وتعيش للقرآن، وأن عزتها وكرامتها وسؤددها سيرتفع بالقرآن إن شاء الله تعالى.